تبدو كمدينة جبلية طغت عليها الحداثة. تستقر بين جبلي سفين وسورك. شقلاوة، حيث المناخ العليل والهواء الساحر، فمن يتنشق نسيمها لا يستطيع مفارقته. هذه المدينة لا يعرف تاريخها بالتحديد، لكن هذا التقرير الوثائقي سيعرج على فصل من حياتها ضارب في القدم إلى حيث وادي الربان. على بعد 48 كيلومترا عن أربيل، وعلى ارتفاع 975 مترا عن مستوى سطح البحر، نبدأ رحلة حيث قلب سفح جبل سفين إلى دير يعود إلى القرن الرابع الميلادي. سنتسلق هذا الجبل. مدخل حديث الطراز. سيكون بمثابة بوابة ننتقل من خلالها زمنياً إلى ورقة من صفحات التاريخ، إلى الربع الأول من الألفية الميلادية الأولى. أوثق خطواتي الأولى لتسلق 300 متر على سفح جبل سفين في قضاء شقلاوة التابع لأربيل، قاصدا ديرا ومزارا يرتاده المسيحيون والمسلمون على حد سواء. ربانبويا هذا الراهب اللي عاش بقرون المسيحية الأولى شقلاوة. أكو مصادر يقال بأنه من القرن الثاني للميلاد، مذكور بعدة أماكن تاريخ ربانبويا. وأكو مصادر أخرى يقال بأنه القرن الرابع الميلادي للمسيحية موجود. أكيد هو من أهل المنطقة، وهذا يدل على تاريخ المسيحية في هذه المنطقة. على يسار طريق معبد لم يكن موجودا في القرن العشرين يقودني إلى أعلى الجبل. تقبع كنيسة ومقبرة، كان لا بد لي من زيارتهما. قبور ليست قديمة، مبنية بحجارة المرمر النفيسة، تشمخ شواهدها بصمت. تروي توقف عقارب ساعة الزمن. كنيسة هي الأخرى، ترك التاريخ غباره عليها. صامتة كالقبور التي تحتويها. أيقظها صوت مزلاجي بابها.
مصطبات حملت فوقها ذكريات القداديس التي رتلت. مذبح مهيب بالصلوات التي أقيمت. الشموع هنا تحكي خبايا الدعوات التي ارتفعت. يعود تاريخ المقبرة والكنيسة إلى ثلاثينيات القرن العشرين، لكن هناك اعتقاداً آخر يرجع تاريخهما إلى عمر الدير، حيث قرون المسيحية الأولى. كان أكو كنيسة يعني قبل لا نصعد على الجبل في موجودة كنيسة. الكنيسة قديمة أيضا، تاريخها يعود إلى 1800 سنة. هاي الكنيسة موجودة، وأكيد هو كان من عباد الكنيسة، وبعدين اختار الحياة الرهبانية وصعد إلى الجبل وأسس دير. حثثت المسير إلى أعالي الجبل. الاسم مقبرة وكهف ربان بويا ناصر الرحمن. في الماضي كان التسلق إلى الدير صعبا ومجهدا للغاية، جراء استخدام طريق صخري حاد وضيق. أما الآن فالمكان معبد ومرصوف بالحجارة. سلالم أنشئت حديثا في العقد الأول من الألفية الميلادية الثانية، ما يجعل الصعود سهلا للغاية، وهذا ما أنجزته حكومة إقليم كردستان. فلسفة تكمن خلف اختيار الرهبان للأماكن الوعرة في الماضي. لحماية أرواحهم من بطش المناوئين، وللقرب أكثر من رب العالمين. حياة الرهبانية بالديانة المسيحية شيء يعني طبيعي، يعني وارد، ومن العبادات. هي يختار شخص حياة الرهبانية، ينعزل عن العالم، ينعزل عن المشاكل والضوضاء، ينفرد بعبادته لله. وعادة ما كانت بذلك الوقت في جبال أو في كهوف أو مناطق يعني معزولة تماما عن الناس. يعني نستطيع نقول إن هي دعوة من الله اللي يختار هذه الحياة الوحدوية بالتأمل وبالصلاة وبالزهد والعفة والفقر، يختار هاي الحياة ويعيشها يعني. وصلنا الآن إلى مكان يبدو كصومعة، يعتقد أنها كانت مكانا للنذور. من البوابة الرئيسة وإلى هنا صعدنا 155 مترا. الآن سنتوجه إلى الصومعة الرئيسة، حيث الدير الرئيسي صومعة الربان بويا. تابعوا معي.
لم تكن الأرضية كما هي عليه الآن. المكان هو صومعة للرهبان، حالها كغيرها من المنتشرة على سفح الجبل. زوار كثيرون لا يقدرون على إكمال الطريق إلى الدير والمزار بسبب نهاية الطريق المرصوف، لذلك يعمدون إلى أداء الصلاة في هذه الصومعة. الطريق الذي شاهدتموه في البداية هو طريق سهل للغاية، طريق مرصوف بالحجارة والمقرنص كما يعبرون، لكن هذا الطريق هو ما يحافظ الآن على قدمه منذ 16 قرنا وأكثر. طريق الصخور القديمة، هكذا كان يعيش الرهبان في هذه الأماكن، صعودهم إلى القمم والقلايات كانت بهذه الطريقة. هنا بدأنا بالمرحلة الصعبة في تسلق الجبل، إذ يعود بنا المكان للطابع البدائي الأصيل الذي يعكس حياة الرهبنة الأولى. على جانبي سفح الجبل أشاهد حفرا يعتقد بأنها تعود لصوامع اندثرت جراء عوامل التعرية. هذا ما بقي منها. فمن مظهر الطريق يتضح جليا حجم الانهيارات الصخرية الحاصلة في هذا المكان. أخيراً اتضح لنا الدير من بعيد، سياج معدني وجدار حجري يسد المدخل، مبني من الأحجار الجيرية وتفصلها النور عن بعضها. ببوابة مقوسة من الأعلى ترتفع لعدة أمتار. اقتربت كثيرا من بداية سلم الدير. شاهدت حفرة على السفح بعمق 7 إلى 10 أمتار، بعض من أجزائها منهارة، وهي بمثابة خزان للمياه يجمع مياه الأمطار والثلوج لتستخدم في فصول شحتها. حثثت الخطى إلى الدير الذي وصلت إلى مدخله أخيراً. وصلنا الآن إلى صومعة وقبر الرهبان بويا. يعتقد بأن هذا المكان كان بمثابة دير، أو هو دير حقيقي. هذا ما تبقى منه، بعض الصوامع وقبر الرهبان بويا. كما قلت لكم هناك صومعة، غرف للرهبان وجدران لطلب الحاجات، لنشاهدها عن كثب.
مكان فقير للتقشف يتكون من عدة قطع حفرت في الصخر. داخل المنسك شاهدت قطعة صخرية ضخمة ربما تعود لجدار منهار. تأتي إليها السيدات المسلمات أكثر من المسيحيات لطلب الذرية، وهكذا يجري الاعتقاد بأن مكانة الراهب بيري عند الله المعروف ببويا هي من تجيب الدعوات. ثمانية 68 عاما هو ما أمضاه الراهب بويا داخل هذه الصومعة، قضاها في الصلاة والعبادة، لتتحول مع مرور الوقت إلى دير مؤلف من 6 غرف وصوامع، قسم منها على طابق سفلي. ذكر راهبنا الناسك في إحدى المدونات التاريخية المسيحية المعروفة بقصة مار قرداغ الشهيد. ومار قرداغ كان أميراً على منطقة أربيل عهد الملك الساساني شابور الثاني من العام 310 ميلادية إلى العام 379. وتروي القصة أنه التقى بالراهب بويا وتحدث معه عقب اعتناقه للديانة المسيحية. وفقا لعالمة الآثار نرمين محمد علي، أن ضريح الربان بويا يقع شمال المنسك من جهة اليسار، لكن رواد المزار يعتقدون أن قبر القديس في الغرفة من جهة اليمين مقابل جدار الوادي أسفل كومة من الحجارة. أجمل شيء في هذا المكان أن المسلمين والمسيحيين يأتون لهذا المكان ويطلبون حاجاتهم، وإذا ما تمت الاستجابة يأتون بهذه الأحجار الصغيرة يلصقونها في هذا المكان على جدار الصومعة بهذه الطريقة بالضغط عليها، وإذا ما ثبتت كأنما استجيبت الدعوة. يمكن أن تكون هذه المساحة المرتفعة عبارة عن كنيسة صغيرة يتم الوصول إليها من خلال ما يشبه الباب المقدس الضيق والمنخفض، والذي يبدو كمذبح يواجه الشرق. يحتفي المؤمنون بالربان بويا عقب أسبوع من عيد الفصح، أي في فصل الربيع، في وقت يكون الصعود أقل جهدا بسبب اعتدال الجو. هذا ما عودتنا عليه أرض كردستان، حكايا متجذرة في عمق الأزمان. ومن دير الربان نختتم بمشاهدة أرض الرمان.